السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ النهارده بإذن الله طالعين بفيديو جديد، بس كالعادة قبل ما بنبدأ الفيديو بتاعنا بنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده بإذن الله يا حبايبي جايبة لكم إيه؟ أنا جايبة لكم طقم التيفال اللي أنا جايباه في جهاز بنتي. بُصّي يا حبايبي دوّة الاسم بتاعه أهو، دوّة اسمه، هو made in تركيا، هو تركي. أول حاجة يا حبايبي اللهم صل على النبي، دوّة الجريل بتاعنا أهوّة. بُصّوا دوّة اللون بتاعه يا حبايبي، باحاول أهو إن أنا أبيّن لكم الاسم بتاعه. أهو بُصّوا والله يا حبيبي هو تقيل، يعني أنا ما شاء الله عليه الطقم بتاعنا بسم الله ما شاء الله عليه تقيل، يعني أنا بإيد واحدة مش قادرة إن أنا أشيله. أهو دوّة الجريل معانا. بعد كده بقى يا حبايبي معانا الحلة الكبيرة، اللهم صل على النبي. بُصّوا يا حبايبي وبيبقى جاي الغطا كده أهوّة في قلب قلب الكيس ده، هو الغطا بتاعه stainless. بس أنا هاحاول يعني أنا هاوريه لكم. وال اللهم صل على النبي، الحِلَل بتاعتنا بتيجي في قلب كرتونة، كل حلة في كرتونة وبتبقى معاها اللي هو الكيس بتاعها دوّة. هنشوف بقى أول حلة معانا. بُصّي يا حبايبي بسم الله ما شاء الله ديّة الحلة الكبيرة، دي أول حلة معانا، دي أكبر حلة. أهو دوّة الغطا بتاعها بتاع الحِلَل stainless. أنا ما حبيتش الغطا اللي هو اللهم صل على النبي، الغطا اللي هو الإزاز، لإنه ممكن لا قدّر الله إن هو بيقع يتكسر، فخلاص يعني بتعتبر إن إحنا كده بوّظنا الحلّة، إنّما الstainless أحسن. أهي دي كده أول حلّة معانا. هنشوف الحلّة التانية. بُصّي يا حبايبي دي كده تاني حلّة. بُصّي يا حبايبي اللهم صل على النبي، أهو زي ما أنا قُلت لكم كل الحِلَل بتاعتنا عليها أهو نفس الحفر بالاسم أهوّة. هنشوف بعد كده معانا إيه تاني. بعد كده يا حبايبي بقى اللهم صل على النبي، دي تالت حلّة معانا. أهو بُصّي يا حبيبي هو لونه اللهم صل على النبي نبيتي أو بتنجاني أو حاجة، يعني أنا مش عارفة أحدد اللون الصراحة بتاعه. أهي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بسم الله. بُصّي يا حبيبي ديّة كده أهي الحلة كلّه، أهو نفس الحفر بتاع الاسم. بعد كده بقى يا حبايبي معايا اللهم صل على النبي، ديّة كده آخر حلة. أهي دي آخر حلة معانا في الطقم بتاعنا. أهي يا حبيبي دوّة الحجم بتاعها. مميزات بقى الطقم بتاعنا يا حبايبي إن هو اللهم صل على النبي مش بيلزق في الأكل، يعني أنا لو عملت فيه أي عملنا رز، عملنا حاجة ما بتلزقش فيه، دي أحلى حاجة فيه. أحلى حاجة في الطقم بتاعنا إن هو مش بيلزق ديّة. إنما العيب بتاعه بقى إن ما ينفعش إن أنا مثلًا آخد الجريل بتاعي أكون مسوية فيه حاجة وعلشان أغسله أروح واخداه على طول تحت المَيّة، لأ طبعًا كده غلط. ده أكبر غلط. دي معلومة كان البياع قايل لنا عليها، قايل إن لمّا تكوني بتعملي فيه الأكل أو حاجة، ما ينفعش إن أنتِ تاخديه مباشر على المَيّة، ديّة كده غلط.